الصين فعلا بتفوز بالحرب اللي أمريكا بنفسها سعت ليها وطلبتها. ده كان عنوان مقال نشرته صحيفة بلومبرج على لسان الأستاذ الشؤون الدولية الأمريكي هال براندز، وده مش رأيه الشخصي بس، ده رأي ملايين الأمريكيين اللي شايفين إن محاولة الرئيس ترامب لتحقيق أهداف مشروعه وهو استعادة مجد أمريكا الصناعي عن طريق إخضاع أقوى منافسيها وهي الصين. كل المحاولات دي بقت بالفشل لحد دلوقتي. مش بس كده، الصينيين بيردوا على كل إجراء اقتصادي عقابي من الولايات المتحدة بإجراء زيه ويمكن أقوى كمان. وللأسف رغم طموحاتهم إلا أن خطتهم دي كانت عيبها الوحيد الأكبر والأخطر هو الاستهانة بقوة واستعداد الصين لدخول حرب طويلة الأمد وتبادل الضربات معاها للنهاية. غرور الأمريكيين خليهم يستهينوا بعزيمة الصينيين، وده السبب الرئيسي للاتجاه اللي واخداه أمريكا دلوقتي. كل التقارير بتأكد إن الموضوع مش هينتهي بشكل كويس لا للأمريكيين ولا للصينيين ولا للعالم كله. زيادة الرسوم الجمركية اللي فرضتها الولايات